السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة. صراحة وصفة اللي سهلة وسريعة التحضير، ممكن توجدوها للغدا، ممكن كذلك توجدوها للعشاء. صراحة غراتان بالدجاج والخضرة، صراحة كلشي كيعجبو، لا الوليدات ولا الناس كبارين. اذا ندوزو المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. اذا هنايا غنحتاجو كيف ما كتشوفوا معايا، عندي واحد الكميه ديال الدجاج مقطعه طريفات صغارين، وعندي هنايا البطاطا حتى هي مقطعه، هنايا خليتها مربعات. عندي واحد البصله كبيره مشلضه كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي مقطعه طريفات صغار. وهنايا عندي واحد الحبه ديال الفلفل الاحمر، وكذلك واحد الحبه ديال الدنجال يعني غير متوسطه. عندي هنايا الملح وشويه ديال الثوم، سكينجبير والابزار. اذا غندوزو لطريقه التحضير. انا هنايا غنشارك معكم تقريبا كلشي، غنخدم كل حاجه يعني بوحديتها، وفي نفس الوقت غنربحوا الوقت. هنايا كيف ما شفتوا عملت واحد الطنجره فيها الماء كيغلي، شويه د الملح، واحد العصا ديال سيدنا موسى، هذيك غنسلقوا فيها يعني البطاطا، والبطاطا كتسلق لينا وحنا في نفس الوقت كنحضروا يعني ديك الخضر اللي غنرافقوها مع البطاطا. عندي هنايا في هذه المقله غنعمل بصل، غنخلي البصل حتى ينزل غير واحد شويه. وهنايا غنعمل يعني هذيك الحبه ديال الدنجال يعني بوحديتها، فقط شويه د الزيت، وغنعمل واحد شتيتو ديال الملح. صراحه هاد الاضافه ديال هاد الدنجال كتجي بنينه، وكتجي صراحه يعني ما ظاهرهاش ما كتبانش حتى اللي ما كياكلش الدنجال بالنسبه للوليدات غياكلوه وسط هاد الكراطان، وديك الدنجال كيجي بحال مشوي. وهنايا صافي غنضيف ديك الفلفل الاحمر اللي عندي، وكنبقى نحرك بشويه بشويه. غنزيد ديك الطريفات ديال الدجاج، يعني الكميه غير واحد شويه ماشي بزاف، يعني الصدر ديال الدجاج قطعت طريفات صغارين. غنضيف معاهم ديك الثوم، الا كانت عندكم الثوم بودره من الاحسن، ما كانتش غتعمل واحد الضريس ديال الثوم. غنزيدو شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال سكينجبير. صافي وغنخليو ديك الدجاج حتى يطيب يعني صافي. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا غنحضر معكم البيشاميل. يعني عندي ديك الدنجال طايب، وعندي ديك الدجاج حتى هو طايب مع البصل والفلفل. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا البيشاميل انا دائما كنعمل معها واحد شويه د البصل يعني مشحره في الاول، عاد كنضيف الطحين وكنكملها. صراحه كتجي بنينه هاد البيشاميل بالبصل، يعني جربوها وغتعجبكم بزاف. ما كنعملش انا يعني بلا بصل، هاد المذاق البصل الصراحه كتجي مزيونه بزاف. صافي من بعد ما هذا نضيفوا الحليب بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد القوام حنايا اللي بغينا. واش بغينا ديك لا بيشاميل تكون عندنا يعني ثقيله، وخصنا تكون خفيفه. صافي كنبقاو نوجدوا داك البيشاميل ديالنا بشويه بشويه، وحنا كنزيدوا بشويه د الحليب حتى نحصلوا على الكميه اللي بغينا والقوام اللي بغينا. كيف ما كتشوفوا معايا صافي البطاطا راه هي كتسلق، راه علينا تسلق. ومن بعد ما كتسلقنا داك البطاطا ديالنا كنصفيوها. كنرحب بالناس الجداد اللي عاد انضموا القناه ديالي، وكنشكر كذلك الناس اللي معايا منذ البدايه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، الصراحه دائما كتشجعوني وتدعموني. هنايا نسمت ضروري بواحد شويه الكوزه، انا كتعجبني الكوزه، واللي ما كتعجبوش الكوزه والمذاق ديال الكوزه يتفاداها. صراحه المذاق ديال الكوزه في البشاميل كتجي صراحه بنينه. صافي دابا تقريبا غيكون عندنا كلشي واجد. شوفوا البيشاميل من بعد ما وجدت، هذا هو القوام اللي خليتها فيه. وهنايا كنجيبوا واحد شوفوا هنايا بالنسبه للدجاج من بعد ما وجد، هذا الدجاج عندنا مع البصل والفلفل. وعندنا هنايا ديك الدنجاله ديالنا من بعد ما حتى هي وجدات،
وكذلك البطاطا من بعد ما صفيناها راه باقا سخونه. وهذا الاناء اللي غنخدمو فيه، يعني غنمونطي فيه. صافي غنعمل واحد المعلقه ولا زوج ديال البيشاميل في الاول. صدقوني اخوتي هاد الكاطان جا الصراحه غايه في الروعه. العيال ما خلاونيش حتى نكمل التصوير وعجبهم بزاف، ما خلاو فيه تفت الصراحه، عجبهم بزاف بزاف بزاف. صافي كنعملو هنا غير واحد شويه ديال البيشاميل في الاول، غير شويه ماشي بزاف. واللي كتعجبو راه اصلا كيكثر بزاف، انا عملت غير شويه حيت غنعملها من فوق صافي، وكتفيت بها غير شويه. صافي كنقسم ديك البطاطا على جوج كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا. وغير صدقوني واخا عملت مكعبات كاين اللي كيقطع رقيقه دوائر، انا تعمدت نعملها بهذه الطريقه هذه، ولكن جات الصراحه مزيونه. هاد الدنجال ملي كتعمل كلشي كيتخلط ما كيبقاش يبان، خصوصا اللي عملت واحد الطبقه ديال البيشاميل فوق الدنجال ما تيبقاش يبان، والصراحه كيتخلط كيجي بنين. صافي هنايا كنعملو في الوسط ديك الدجاج ديالنا، وكيبقى لي اللي كنغطي بديك البطاطا. طريقه سهله ومفهومه الصراحه، كلشي يعني يعرف يمونتي الكاطا وكل الطريقه ديالو. وحتى انا قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديالي. صافي دابا غنغطي بديك البطاطا اللي بقات ليا. صراحه الطبق يعني هاد الكميه هادي راه تبارك الله كيخرج في هاد الكاطا هذا، كيخرج يعني شباعي. صافي ملي كنعمل ديك الطبقه كامله تكون متساويه، دابا غنضيفو عليه هذاك البيشاميل. وما ذكرتش معكم شويه ديال الجبن المحكوك حتى هو كنعملو. انا كان عندي متوفر غير موتزاريلا، عملت واحد شويه تا هو موتزاريلا من فوق. لا عندكم الجبن احمر من الاحسن، ما كانش كتعملوا عليه متوفر، ما كان حتى شي حاجه. ممكن تضيفوا غير جوج يعني الجبن مثلث في البيشاميل. صافي شوفوا الشكل ديالها صراحه كيفاش كيجي رائع. عملت ليها الجبن وكندخلوها الفران. صافي راه كلشي طايب دغيا كتوجد معنا. زعما الصراحه اكله اللي جميله وسريعه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، جات الصراحه مذهبه وفي نفس الوقت بنينه. اكله صراحه اللي رائعه، والغدا راه كلشي كيعجبو. صافي غنقطع معكم واحد الطريف، هي صراحه باقا سخونه، خصها غير تشبر راسها، ولكن والو سبحان الله مزروبين. التصوير خصو الوقت وخصو بلاتي، وكاطا خليه بدا يشبر راسو شويه. لا صافي حنا مزروبين، العيال خصهم ياكلوا قالك مزروبين. ايوا قلت لهم صافي. شوفوا كيفاش كتجي واحد التعليكه الصراحه تجي مزيون، والمذاق الصراحه جا واعر فيها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو شفتوها كيستحق عملوا بارطاج مع الاهل والاحباب. وما تنسونيش من التعاليق المزيونه ديالكم. واللي وصلت معايا حتى لهنايا شكرا، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده الصادقه. والى فيديو اخر وبصفه جديده، تبقاو على خير.